رحلت بيونا، ولكن معها لم يرحل مجرد اسم فني. رحلت معها حقبة، روح، صوت، أسلوب لا يمكن أن يتكرر. ورغم أن خبر وفاتها جاء رسميا اليوم، إلا أن تأثيره بدا وكأنه خبر تراكم منذ سنوات طويلة، منذ اللحظة التي بدأت فيها بيونة تختفي شيئا فشيئا عن الساحة، تاركة وراءها فراغا يتوسع أكثر مما يملأه الوقت. إن الحديث عن بيونة ليس حديثا عن فنانة عادية، بل عن رمز، عن امرأة صنعت نفسها بنفسها وتمردت على القيود وتحدت الظروف وكسرت الصورة النمطية للمرأة في التلفزيون والسينما. وحتى عندما كانت تصنع الضحك بالمواقف المضحكة، كانت تخفي خلف صوتها العالي وعفويتها الجارفة الكثير من القصص التي لم تروى والكثير من الأوجاع التي لم يسمع عنها يوما. ومع انتشار خبر وفاتها